بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة وأنا قاعد متكئ كده. أولا إن شاء الله ما يحصلش ثواني كده. أنا متسنتر. أولا إن شاء الله ما يحصلش مشكلة الفليكر اللي بتحصل دايما دي. إن شاء الله مش هتحصل. حلتها يعني. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا النهاردة جاي أتكلم عن تشات جي بي تي، ولكن مش جاي أمدح فيه ولا جاي اشجعك انك تستخدمه. انا جاي اذم فيه. وايه طيب الغريب في كده ان انا مستهلك مفرط لشات جي بي تي، لدرجه ان انا يعني، ودي حاجه مش كل الناس اصلا عارفاها، ان شات جي بي تي عنده ابلكيشن. يعني تشات جي بي تي مش الابلكيشن على الموبايل، لا، عنده ابلكيشن على البي سي، وانا منزله ومخليه ستارت اب ابلكيشن، اللي هو اول لما بتفتح البي سي باي ديفولت كده تلاقي ايه؟ شات جي بي تي فاتح. ليه؟ لان انا عارف ان انا كده كده النهارده هستخدمه، يعني فاهم انت، في اي وقت، اي شيء، اي حاجه، فاهم انت. فانا كده كده هستخدمه، سواء هسيرش على حاجه ان انا بدلته الصراحه مكان جوجل. لان جوجل انا ليه ادور في مواقع واخش اقرا حاجات وي 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 وانا عندي تشات جي بي تي. يعني هو اللي بيخش يديني المعلومه دايركت كده، يا فلان في واحد اتنين تلاته، بيديك تك بوم طخ على طول. آه وبالذات مع استخدام ميزة السيرش اللي هو يضيفها. ان حتى لو هو مش ابديتد بالمعلومة، هو بيخش يدور لك عليها في المواقع مكانك. دي حاجة حلوة جدا. عندك اصلا جوجل بدأت ان هي حست بالخطر ده، وبالتالي ضافت اللي هو ايه، ان انت لما بتسيرش على حاجة، بدل ما بيطلع لك الريزلتس كلها كده والمواقع وي وي وي، لا، بيبقى الاول كده جيميناي. او ما اعرفش هم بيستخدموا ايه الصراحة. المهم يعني في اي اي بيديك الاجابه الدايركت دي على طول قبل ما انت تخش، وبيقول لك المصادر وهو جابها من انهي موقع ومش عارف ايه وكل الحاجات الحلوه دي. ف شات يعني انا مستهلك مفرط ليه، مستهلك مفرط وبشده. يعني من الاخر مفيش يوم بيعدي من غير ما اكون فتحت شات، سواء زي ما قلت لكم اساله في معلومه، او استخدمه في اغراض البرمجيه. بما ان انا في حاسبات وبتاع والحاجات اللطيفه دي، فانا بستهلك شات في اغراض برمجيه بكثره. يعني في الجامعه بشكل يومي اغراض برمجيه. يمكن دلوقتي ما بستخدموش في اغراض برمجيه بشكل كبير، لان احنا مش في جامعه يعني. وانا قاعد كده، فاهم انت، صايع، ما بعملش حاجه. يعني المفروض اكون بعمل، بس يعني ايه، مكسل، فاهم انت كده يعني. فايه آه انا جاي النهارده اذم بعد المقدمه الطويله دي. انا جاي اذم في شات جي بي تي. ليه اذم في شات جي بي تي؟ جاي اقول لك ما تستخدمش شات جي بي تي، ما تعملش اللي انا بعمله ده، كل اللي انا قلته ده ما تستعملوش او ما تعملوش. لان شات، عارف الاله الحاسبه. انا ببص كده، ايوه، عشان في هنا اله حاسبه. عارف عارف البتاعه دي، الاله الحاسبه دي، الكاسيو اللي عند الناس كلها، بس دي قديمه جدا يعني، دي وحشه قوي. تمام. المهم، الآلة الحاسبة دي الآلة الحاسبة دي بسببها أنا شخصيا يعني بتكلم عن نفسي، أنا بطلت أعرف أحسب. أنا كان عندي عادي مهارات حسابية جدا. مش مهارات حسابية جدا، مهارات حسابية البداية العادية يعني، الجمع، الضرب، الطرح، القسمة، مش عارف ايه الحاجات اللطيفة دي. وكنت حافظ جدول الضرب زي الشاطر عادي جدا. بس من بعد ما مسكت البتاعة دي في سنة معرفش خمسة ولا رابعة ابتدائي حاجة كده، انسى، شكرا كده، السلام عليكم. جديا انا ما بعرفش احسب بجد، بامانه ما بعرفش احسب. انا ما اعرفش يعني. ابسط بجد العمليات الحسابيه انا بقعد افكر فيها، يعني مثلا مش عارف يا جدعان، يعني مثلا 14 ناقص 7، لا مش 14 ناقص 7 دي كده النص. آه مش عارف يعني اي حاجه مثلا، فاهم، تقول لي 19 ناقص 8 مثلا، هقول لك ما اعرفش، فاهم يعني. او مش هقول لك ما اعرفش، هفضل قاعد بفكر شويه، اللي هو بفكر بجد وقت اللي هو، يعني مقارنه بالعمليه الحسابيه البسيطه التافهه جدا دي، لا هو وقت كبير قوي. لو ايه ده، انت قاعد بتفكر في مش عارف كام ناقص كام، ولا كام في كام، ولا مش عارف ايه. الموضوع بالنسبة لي معقد جدا، وفي جميع العمليات، سواء ضرب، جمع، طرح، قسمة، الحاجات دي كلها. ممكن تقول الضرب صعب شوية مش عارف ايه، والقسمة ومش عارف ايه، لكن القسمة والجمع الجمع والطرح سهلين. لا، انا بالنسبة لي بقوا نفس الصعوبة بسبب الشيء ده. انا كنت بعرف في الاول، بس اعتمدت بشكل كامل على الأداة دي. فالأداة دي حرقت لي مخي من الآخر، وأنا اعتمدت إن هي دايما معايا. ولدرجة ان احنا في امتحان مادة ما مش فاكر، والمادة دي
فيها عمليات حسابيه، ومش هتعرف تحل المسائل من غيرها، من غير البتاعه دي. ولقيت الدكتور بيقول لك مفيش، ما مش هتخش بالها. وايه اللي مش انت عبيط؟ انت عبيط؟ هل انت جاي تختبر مهاراتي الحسابيه ولا مهاراتي في حل المساله دي؟ فطبعا ايه، حصل حوار، بس الحمد لله دخلنا بيها في الاخر يعني. ف ايه الخلاصه برضو، او مش الخلاصه، انا جاي اتكلم شويه يعني. شات هيخليك نفس اللي الآلة دي عملته معايا هتعمله معاك من الآخر يعني، أو الشات هيعمله يعني. إن شات آه، اعتمادك عليه المفرط ده مش اعتماد في السيرش يعني، تمام، بدله بجوجل مش حوار. اعتمادك عليه في الأمور البحثية هيخليك مخك يريح قوي قوي قوي، ودي بجد حاجة وحشة جدا. وصدقني لو مخك ريح انت علشان تحاول تنشطه تاني، ده شيء يعني مش عايز اقول مستحيل، بس هو بجد صعب لدرجة مفرطة. انا الموضوع حاصل معايا اوريدي. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش روح شوفوه. كنت اتكلمت عن حتة ان انا بدأت استخدم شات من ايام ما شات ما كانش اصلا متاح في مصر يعني. اول لما شات طلع انا حرفيا بدأت استخدمه. كنت منبهر جدا بازاي حاجة زي دي قادرة ان هي ترد وتنتج اجابات كده سريعة وسبيسيفيك جدا، مع ان حوارات الاي اي دي كانت موجودة بقالها فترة يعني. الاي اي اسيستنت، جوجل اسيستنت، سيري، مش عارف ايه، اليكسا، كورتانا، بيكس باي، ولا مش فاكر اسمها ايه. الحاجات دي الاسيستنتس بتوع اللابتوب والموبايل والحاجات دي موجودين من زمان، وده اي اي وبتاع. وممكن تسالهم يرد لك اجابه شبه سبيسيفيك بس مش قوي. كون ده تكتب له حاجه، بتدي له امر، مش بتقول له ابحث لي، انت بتدي له امر وبتقول له نفذه لي، هو بينفذه لك بالحرف حرفيا. هو مش بيديس اوبي يو، هو اللي هو يعني حرفيا انا عبد عندك يا باشا، اطلب وانا انفذ بس، فاهم انت؟ شبيك لبيك وبتاع. ف حاجه زي دي انا لعبت في دماغي، اللي هو ايه يا عم انت ازاي وبتاع. الموضوع بدأ طبعا باستخدامات بيزك جدا. يساعدني في الانجليزي اللهبه اللي كنت باخده في الجامعه. اكتب لي مقالات ومش عارف ايه والحاجات الحلوه دي. فكان بيكتب لي. مره دخلت امتحان بساعه بتاعت واحد صاحبي اسمه احمد نهاد. شاوت اوت ليك يا احمد ينهد. اداني الساعه بتاعته عشان هي كانت ابل واتش، فبينزل عليها سوفت وير وبتاع، فكان نازل عليها تشات جي بي تي. وكنت قاعد كده فاهم انت اللي هو رايت تو مي رايت مي ان essay about كذا كذا، make it page and half، مش عارف ايه كده، فاهم انت كده. وهي كتبته يعني، شات يعني كتبته، او الساعه كتبته، وانا قاعد بقى فاهم انت. استنى كده، انا قاعد باصص للساعه وقاعد بكتب بس. حرفيا اليوم ده ما فكرتش بجد بجنيه. ده هيضعف مهاراتك الانجليزيه كده كده، بس يعني بعيدا عن الشيء الاهبل ده، خلينا نتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه، او يعني اللي احنا المفروض هنكسب منه فلوس، مش الانجليزي. احنا حاجه نكسب فلوس من البرمجه. مش هتعرف تكسب فلوس من البرمجه للاسف بسبب الشيء ده. عارف ليه؟ لان انت يعني ايه، هيبقى عندك القدرة ان انت تكتب عادي بشات وتستخدمه براحتك خالص، براحتك جدا. ممكن تخش شركة يقول لك ايه، ولا ما عندناش شات، ده ولا فتح كلام، مفيش حاجة اسمها شات. فانت اللي هو ادام مفيش شات وانت ما عندكش اصلا في دماغك غير شات، يعني انت شلت دماغك وحطيت شات جي بي تي زي ما انا حاطط، انا بتكلم عن نفسي عامة. انت كده شكرا، انت اتسوحت يعني، فاهم انت اللي هو انت محتاج بقى تتعلم بجد، فاهم؟ وانت اصلا ما اتعلمتش، انت اتعلمت ازاي تبرومت انجينير، انت اتعلمت ازاي تستخدم شات. وانا بعتبر نفسي، انا شخصيا بعتبر نفسي يعني من مهاراتي استخدام شات. انا بعرف اطلع من شات بجد حاجات حلوه قوي. بس من غير ما اكون فاهم ايه اللي مكتوب، ودي حاجه وحشه جدا. بس انا بعرف استخدم شات حلو جدا 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 يعني. وانت مش هتعرف ان انا يعني بستخدم شات، او مش هتعرف ان انا كاتب بشات يعني. مهما الدكتور حاول يعمل فيها، عامل لي فيها وناصح وبتاع ونور، هو مبيبقاش عارف اي حاجه عادي يعني. بديله الكود وهو ليه؟ لان انا بعرف اخلي شات يشرح لي الكود برضه عادي، فببين لك ان انا فاهم يعني. فاهم انت بقى عادي، ما شات هقول له اشرح لي الكود، فتمام هشرح لك الكود يا باشا. اروح اشرح له الدكتور، فالدكتور تمام لو فاهم عادي يعني، خلاص فاهم، الدكتور فهم انك فاهم. فاهم كده يعني. ف فانت مبدئيا زي ما قلت لك، ممكن تخش شركه يقول لك مفيش شات، ده فتح كلام. فرضا حصل حاجه يعني، جت مثلا عاصفه شمسيه قررت ان هي تسقط الانترنت مثلا، وانت ما عندكش نت في البيت. بس انت عندك تاسكايه لازم تخلصها، سواء بقى في تاسكايه في شغل، تاسكايه في تدريب، تاسكايه في ايا كان يعني. مش هتعرف تعملها، صدقني مش هتعرف تعملها، لان انت مش ما عندكش شات دلوقتي.
فرضا ان اوبن اي اي قررت ان هي تقفل، فرضا هتقول لي يا باشا عندنا جيميناي وبتاع. فرضا ان مفيش اي اي، فرضا الاي اي انت، هل انت هتقدر ان انت كده؟ مش هتقدر، مش هتقدر خالص بجد. والاسوأ من كل ده مرحله التعلم. مرحله التعلم انت بجد 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 محتاج فيها ان انت تبعد عن الاي اي بجد. يعني لو انت طبعا كل الكلام اللي فات ده لو انت شخص اصلا مش فاهم، يعني لو انت شخص ما كنتش فاهم وقررت ان انت تكتب بشات وكده، فهي دي هنا تكمن المشكله. لكن لو انت شخص فاهم، عادي استخدم شات براحتك جدا، انت فاهم انت بتعمل ايه. وانت لو حصل اي سيناريو ما فيهوش شات جي بي تي او ما فيهوش اي اي اي، انا عامه بتكلم على اي اي عامه يعني، بس عشان اشهر حاجه تشات، وانا اكتر حاجه بستخدمها تشات، واكتر حاجه انا بحبها هي شات. ف بقول لك شات يعني. انت لو شات مش موجود في ايدك، انت تعرف تستخدم وتعرف تكتب الكود بايدك من الاخر يعني. تعرف تعمل ايا كان الشيء، تعرف تفكر من غير شات، تعرف تفكر من غير شات، دي اهم حاجه. لكن في مرحله التعلم صدقني ابعد عنه، ابعد عنه، ما تخلوش حتى يكمل لك الكود. الحاجات اللي هي اللي بتكمل حتى سطر الكود دي ارجوك ابعد عنها. يعني سطر الكود اللي بيكمل لك ده ابعد عنه. انت مش هتحفظ سينتاكس بسببه، مش هتبقى فاهم انت بتكتب ايه بسببه. لان انت يعني الحاجات العبيطة جدا اللي انت بتكون عاملها، حتى لو ايرور بسيطة، ناسي سيمي كولوم، ناسي مش عارف ايه، وانت خليته يعملها لك، بجد دي حاجة وحشة. لان انت هتيجي في فترة انت حتى مش فاهم الايرور ده اتكتب ليه او طلع لك ليه. فانت دايما هتلاقي نفسك بتعمل غلطة. الغلطة دي، في والله غلطة اتعملت وانت مش فاهم اتعملت ليه، رحت للشات صلح لي الكود، شات صلحه لك، انت فهمتش انت غلطت في ايه. فانت دايما هتفضل تغلط نفس الغلطة لان انت معرفتش انت غلطت في ايه. الا لو انت يعني يعني قريت الغلطة دي او شفت انت غلطت في ايه، بس خليت برضه شات يصلحها لك، فاهم؟ ساعتها تمام انت قشطة. فلا، يعني مرحلة التعلم تحديدا ابعد أرجوك عن شات. اتعلم، اتعلم اتقن الحاجة كويس، اعمل الشيء بإيدك. بعد كده تمام، انت ايقنت مثلا انت تتعلم فريم ورك معين وبتاع، انت اتقنته بشدة ومش عارف ايه، يا باشا خلاص ما تكتبش سطر كود بإيدك، استخدم شات كده كده. لأن شات هيزود الإنتاجية بتاعتك. ولو شات عطل او انت في مكان فيهوش نت ومحتاج تخلص الكود او تمام هتعرف تخلصه. دي حاجة جميلة جدا. والله. اسمه ايه ده؟ محتاج يعني من الاخر عامة يعني محتاج ايه؟ محتاج تكمل الكود بأي شكل إن كان، محتاج تفكر من غير كود، مزنوق في انترفيو، فاهم بتاع، هتعرف ان انت تتعامل بسبب ان انت اوريدي شغال بدماغك ومخلي شات اسيستنت ليك. خلي شات اسيستنت ليك، مش مجرد ايه، مش استبدلت مخك وحطيت مكانه شات جي بي تي. الكلام ده بجد انا بقوله لنفسي جدا جدا لان انا يعني بجد بجد الموضوع صعب يعني، فاهم؟ اللي هو انت اللي هو انت بجد من اول ما البتاع اتعمل انت بتستخدمه، وانا بستخدمه من سنة اولى، من سنة اولى ترم تاني، وانا حاليا في سنة رابعة. فانا بجد اعتمادي عليه بقى مفرط قوي بجد. فالموضوع صعب، الموضوع صعب، وانا كمان في مشروع التخرج. فانا بدات ان انا مؤخرا اتعلم رياكت، لان الايه، الموقع اللي احنا نعمله هي منصه كده يعني، بتكلم عنها بعدين. المهم يعني احنا كده كده فرونت اند محتاج فريم ورك، يعني مش هنكتب فانيلا كود وبتاع والحاجات الوحشه دي، فمحتاجين فريم ورك. فاحنا هنكتب برياكت. فانا بدات اتعلم رياكت خلاص يعني، بدات اتعلم رياكت من على يوديمي من على الاستاذ جوناس لو عارفينه. كورس محترم جدا صراحه، في كل حاجه بيعلمك رياكت ونيكست في نفس الوقت. فهو كورس حلو جدا. فبدات اتعلمه. هل أنا مش هستخدم شات في المشروع؟ كده كده هستخدمه، ابو عبيط لو ما استخدمتوش، ولكن هيكون اسمي اتعلمت رياكت، اسمي بعرف اكتب رياكت. فبس رساله من الفيديو يعني من الاخر، هي الفيديو فضفضه اكتر ما كونه اللي هو بتكلم في حاجه سبيسيفيك قوي. ابعد عن شات في مرحله التعلم، اتعلم الشيء، اتقنه كويس جدا، وبعد ما تتقنه تمام استخدم شات براحتك. طول ما انت متقن الشيء استخدم شات. من الاخر لو انت بتكتب شيء شات، آه لو انت قصدي لو شات اداك شيء انت مش عارف تكتبه ازاي لوحدك، يبقى انت كده انت في مرحلة مش كويسة، يبقى انت مش فاهم لسه الموضوع ماشي ازاي. لكن لو والله الشيء اللي شات كتبه لك ده انت تمام معاك تعرف تكتبه من غير شات دلوقتي، خلاص كمل. طول ما انت مش فاهم الشيء فانت مش فاهم الشيء يعني. طول ما شات اداك الشيء فانت كده مش في مرحله كويسه. لا، شات اداك الشيء وانت فاهمه تمام، احنا كده زي الفل. شات اداك الشيء وانت مش فاهمه، لا والله احنا كده مش كويسين. نرجع خطوه ورا، شيل شات،
وابدا ان انت ايه اتعلم الشيء الاول، بعدين استخدم شات في كتابته. الا طبعا لو انت بقى ايه يعني فاهم انت، انا مثلا مش عايز ابقى موبايل ديفلوبر باي شكل كان، انا بكره الموبايل ديفلوبمنت عامه. فاتزنقت في مشروع في الجامعه كله الف من الالف للياء شات جي بي تي، يعني فاهم انت، مشي حالك يعني فاهم انت، الحاجه اللي انت مش هتحتاج تخش فيها خالص شات. يعني في حاجات الجامعه دي شات مفيش مانع، لكن في حياتك الشخصيه بقى تبدا تتعلم حاجه فعلا تفيدك تشتغل بيها. كده كده الجامعه مش تشتغلش باي حاجه فيها، بس لو انت بقى تشتغل بجد باي حاجه، او هتعلم اي حاجه تشتغل بيها فعليا، ابعد عن شات وتقلف نفسك في دماغك. ارجوك دماغك دي، دماغك دي مهمه جدا، لو راحت مش هتعرف ترجعها تاني. انا حاليا بحاول ارجعها، الموضوع صعب جدا فاهم، اللي هو ايه، انا قاعد بتعلم، قاعد بتعلم رياكت، الموضوع ممل فاهم. اللي هو طب ما شات يكتبه لي فاهم، انا بعرف اقول لشات اكتب لي كذا وهو يكتبه لي عادي، وهيعملوا لي زي الفل وزي ما انا عايز وكل حاجه، وجربته 70 مره في حاجات زي كده. بس لا، اتعلم، لان هتتزنق. فرضا انت معاك شات جي بي تي 5 مثلا، هقول لك الفيديو بقى الجاي ازاي تجيب تشات جي بي تي 5 يا ريس، واي موديل برو في الدنيا، في الدنيا، ببلاش. سبسكرايب بقى عشان اقول لك كل الكلام ده امتى، وانفي كل اللي انا قلته الفيديو ده، هنفيه. هوريك ازاي تستخدم اي موديل حرفيا انت عايزه ببلاش يا باشا، ببلاش. ايمج جنريشن، دوكيمنت جنريشن، تكست جنريشن، كود جنريشن، بتنجان جنريشن، فول وطعميه، اي حاجه، اي حاجه، كل ده ببلاش. الفيديو الجاي سبسكرايب عشان ايه ما يفوتكوش. ولو الفيديو ده ما جابش مشاهدات، مش عامه، مش يعني مش هنزل حاجه، عادي يعني، هي هتمشي كده خلاص. بس كده، شكرا شفت الفيديو. متنساش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.